ياخدها الاهلي، خلاص خلصت، وحق لا اله الا الله خلصت. زيزو تم استدعائه الى التتش، وجاي لك بالتفاصيل، جاي لك بالتفاصيل. الخبر ده لوحده عايز عليه 20,000 لايك. لو انت اهلاوي صميم، لو انت اهلاوي صميم يبقى ايدك على اللايك. الجزء الثاني والاهم انسحاب نادي بيراميدز من الدوري المصري. ايه اللي انت بتقوله ده يا ابو عبد الله؟ كركبتها خالص يا ولدي، والله زي ما بقول لك. ايه الحلويات والجمال والقضايف ده؟ ده لسه خلصان برشلونة وريال مدريد. يا جماعه احنا ما عندناش كوره، والله ما عندنا كوره. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك وشير وصلي على حبيبك وسيدك وشفيعك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلي الصلاة على النبي في التعليقات بقدر حبك ليه، بقدر حبك ليه، علشان انت تاخد حسنات وانا اخد حسنات، واللي جاي بعدك ياخد حسنات. كل ما يشوفك بتصلي على النبي فيصلي على النبي زيك. هندخل لك على انسحاب بيراميدز، وبعد كده هحلي لك بموضوع زيزو، طيب انسحاب بيراميدز من الدوري المصري ده مش كلامي، ده كلام الكابتن هاني سعيد، ده كلام الكابتن هاني سعيد. طلع علينا الكابتن هاني سعيد المسؤول في نادي بيراميدز عن الكرة في نادي بيراميدز، وقال لك لو ما اتخصمش من النادي الاهلي، في نهاية الموسم 6 بونت، بيراميدز هينسحب من الدوري وهيسحب جميع استثماراته في مصر. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة، سكة ودغري. ما هي استثماراتك في مصر؟ قول لي قول لي استثماراتك ايه في مصر؟ عملت ايه لمصر؟ قدمت جديد للكرة المصرية ايه؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. هل طلعت لنا قطاع ناشئين يعني بقوة كبيرة؟ لا. هل دخلت لنا مدخلات للكرة المصرية؟ برضو لا. طب ما عملت ملاعب؟ برضو لا. عملت ما فيش اي حاجة غير التهديد ده. كل سنة لازم تهددونا نسحب الاستثمارات، ويطلع بتاع الامارات يقول سوف نسحب الاستثمار. ما تسحب يا عم الحاج، ما توكل على الله، اتوكل على الله، ما تقرفناش. هي الوحدة طامة عايفة المانجا، والله عايفة المانجا. اتوكل على الله. ايه ده يا ابوي ده؟ قال سنسحب استثمارات. اتوكل على الله، اغنيها لك. اتوكل على الله. خلاص. ده بخصوص نادي بيراميدز، يعني بيضغط على اتحاد الكورة. انا دلوقتي في خطر، لو ما اتخصمش ال6 بونت انا هسحب استثماراتي. والا ده كان موضوع بيراميدز. طيب ايدك على اللايك يا محترم، ايدك على اللايك. وجايك في موضوع زيزو بعد البوليكة والتحقيقات اللي عملها نادي الزمالك، والمحامي اشرف عبد العزيز بتاع النادي الاهلي راح معاه نادي الزمالك. خلاص الموضوع اتكشف. زيزو اهلاوي وماضي من زمان، بس مش قبل زي ما مسؤولي نادي الزمالك بيقولوا كان ماضي قبل ما عقده يخلص بشهرين. لا، كلام كذبه اونطه، والله العظيم اونطه، زيزو عقده خلص راح على طول النادي الاهلي. مش انت اللي سبته؟ طيب ايه الجديد يا سيدي؟ تم اختار احمد السيد زيزو للحضور في ملعب التتش للنادي الاهلي لعقد جلسة تصوير. والله العظيم زي ما بقول لك بالظبط، الخبر طالع من النادي الاهلي. وكتر خيرك يا عم الصحفي اللي مش عاوزني اقول على اسمك. شكرا ليك، وشكرا على الثقة اللي بتديها لي العبد لله. شكرا والله العظيم، شكرا على راسي من فوق. كل واحد ياخد حقه. خلاص تم اختار زيزو. قالوا له تعالى، خلاص كاس العالم على الابواب، تعالى اتصور ونعمل جلسة تصوير تهد مصر وتهز مصر، وتخلي برشام الحرجان والجيوب الانفية والبواسير كله يضرب في بعض.
خلاص زيزو هتشوفوه في التتش بالتيشيرت الاحمر. الحق انا اروح مركز الدعايه والاعلام بتاعي، اروح اعمل الصوره لحبيبي ومعشوق الزملكاويه. مش كان معشوق يعني، انا لما اعلق صورته هنا يبقى وحش، وهو لما كان في الزمالك كنتوا بتعشقوه وتعملوا له كده، لكن لما يجيبوا هنا جنبي يبقى انا وحش، يبقى انا منافق. يا اخي يا اخي خلاص. زيزو هيروح التتش النهارده بالليل او بكره بالكثير، هيكون في جلسه تصوير عالميه، جلسه تصوير وتقديم لصفقه احمد زيزو عالميه هتكسر الدنيا. دمتم سعداء، اشوفكم في الفيديو القادم. سلام عليكم.